ألا أهل لك يا عكرمة؟ تركتهم في قبيلتي. أهم فقراء؟ أجل. تركتهم بدل أن تقعد معهم فتعينهم؟ أردت أن أجرب حظي بعيدا عنهم. وهذا هو الحظ الذي جئت من أجله؟ الفقر ليس عيبا يا ليلى، ولكن الضعف وقلة الحيلة عيب. أعدك أن أكون قويا. وما شأني أنا إن كنت قويا أو ضعيفا؟ ولكنك في قبيلة كل فتيانها أقوياء، فيجب أن تكون قويا حتى لا تكون مثار سخرية أو إشفاق. معك حق. هل أغضبتك؟ قول الحق لا يغضب يا ريم. ماذا تفعل هنا يا ابن الكلبة؟ الكلبة لا تنجب رجلا يا سهيل، بل تنجب جروا حقيرا مثلك. أنت تهينني وأنا في حماه. لست في حمانة، فأنت مجرد صعلوك متشرد. لا نعرف أي جارية أنجبتك، ألا نتشرف بإيوائه بيننا. إنك لتثقل علي. وسأثقل عليك بسيفي إن لم تغادر الآن. وأنت كيف تجالسينه وتتحدثين إليه؟ هذا أمر لا يخص. بل يخصني يا ريم. لا يخصك يا سهيل، فأنت لا تعني لي شيئا. قد أرسلت ضرارا لخطبتي ورفضتك كما رفضك أبي. ماذا تريد أكثر من هذا؟ سأضربك يا ريم. افعل إن كنت تشرب. ماذا ستفعل يا سهيل؟ هل ستضرب فتاة؟ لا أظن أن ذلك من الرجولة في شيء. تتظاهر أمامها بأنك قوي؟ لست قويا، لقد أهنتني وما رددت عليك. أما أن تهينها فلا أظنني أسكت عن هذا. ماذا ستفعل؟ جربي الاقتراب منها.